حاجة واحدة لو عملتها كمخرج وانت بتقرا السيناريو هتعرف كل اللقطات اللي انت محتاجها للمشهد. تفتكروا ايه هي؟ اكيد يعني قريتها من عنوان الفيديو، تخطيط السيناريو. بس يعني ايه اصلا تخطيط السيناريو؟ تعالوا نشوف بنعمل تخطيط السيناريو ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم، معاكم احمد عاطف. دلوقتي احنا معانا مشاهد، المشاهد دي في مرحلة التحضير يعني التحضير على الورق وتحضير مع الممثلين. هنبدأ بتخطيط السيناريو، وبعد كده هنعمل ستوري بورد، وبعد كده هنعمل رسم افقي للوكيشن. نبدا باول مشهد معانا. المشهد المكتوب قدامكم ده المعلومات الاساسيه بتكون رقم المشهد داخلي او خارجي، والتفاصيل المكان سواء صاله او غرفه او شارع، ونهار او ليل. هنقرا السيناريو سريعا كده. يجلس امير على كنبه بجوار زوجته يشاهدون التلفزيون. امير يمسك موبايله مبتسما وغير منتبه لسوزي. سوزي تنظر له. سوزي امير بيسمع وما بيردش. سوزي امير ينظر لها ويترك هاتفه. انا بكلمك على فكره. امير سوزي كنت بتقولي ايه؟ امير انا بكلمك على فكره. كنت بتقولي حاجة؟ لا، ما كنتش بقول حاجه. انا عايزه اكلمك في موضوع. انا موافقه على موضوع السفر. ومين قالك اساسا ان انا هسيب شغل واسافر؟ انا اصلا مش عايزاك تسافر معايا. والله؟ طيب انا مش موافق ومش هتسافري، وانا جوزي وكلمتي هي اللي هتمشي. انا عايزه ان احنا ننفصل. انا اول مرة اشوف واحدة عايزة تطلق وتسيب جوزها علشان تسافر تشتغل في بلد غريبة. انا ما بقتش مبسوطه يا امير. مش مبسوطة؟ يبقى نقعد ونحل مشكلتنا، مش علشان تنقلي شغلك تطلبي مني الطلاق. افهم الموضوع مش عشان الشغل. انا ما بقتش مرتاحه معاه. كنت زمان ببقى مرتاحه، دلوقتي لا. انا هلم حاجتي واروح عند امي، وده قرار نهائي يا امير. اتمنى ان احنا ننفصل باحترام. الموضوع يبان ان الكلام سطحي بس فيه سب تكست. انت لما بتيجي تطلب حاجه او اي شخص بيجي يطلب حاجه من حد ما بيطلبهاش بشكل دايركت. يعني هنا بدايه الموضوع بتقول له انا عايز اسافر. سب تكست بتاع الكلام ان هي عايزه تطلق، وما قالتش ده غير لما هو ضغط عليها بشكل ما. عادة أنا شخصيا لما بقرا السيناريو ما بقراهوش بالشكل اللي قريته قدامكم بالشكل السريع ده، بتخيله قدامي فعلا. ممكن أقوم أتمشى في الأوضة اللي أنا قاعد فيها، أو أروح أقعد على كنبة، هم هنا قاعدين على كنبة، فبقعد مكان الشخصية نفسها وبتخيل هينطق الكلام ازاي، هيتكلم ازاي، وهيقول الكلام بالطريقه دي ليه اللي انا متخيلها، واتخيل العكس الشخصيه التانية هترد عليه ازاي. بتبنى راي كل شخصيه. كل اللي هنعمله ان احنا هيكون معانا السيناريو، واللي قدامنا دلوقتي مشهد. هقرا المشهد واتخيل كل لقطه هيكون حجمها ايه وزاويتها ايه. يعني مثلا عندنا يجلس امير على كنبه بجوار زوجته سوزي يشاهدون التلفزيون. امير يمسك موبايله مبتسما وغير منتبه لسوزي. سوزي تنظر له. انا بالنسبه لي ممكن ابدا بوايت شوت تبدا تبين المكان، لان عندي يجلس امير على كنبه بجوار زوجته. فانا عشان اعرف ان هما الاثنين قاعدين على كنبه واحده محتاج يا اما يكون وايت شوت يا اما ميديوم تو شوت. فمثلا انا هبدا بوايت شوت. كل اللي بعمله برسم خط بالشكل ده، وبشوف انا الشوت بتاعي هيوصل لفين في الحوار او في المشهد. انا هاخد المشهد ده كله وايت شوت، فهكمل بالشكل ده. لو انا هنهي هنا بعمل خط، لو انا هكمل بقيه المشهد بعمل سهم، والسهم ده معناه يتبع، ان هو هكمل في الورقه اللي بعدها او في باقي المشهد ان هو يكون نفس الشوت اللي هو وايد شوت. فانا كده عرفت ان انا هاخد اول لقطه ليا وايد شوت، والوايد شوت دي هاخدها كامله او كفرج. ولو في حركه كاميرا، لو مثلا انا متخيل ان هي هتكون دولي ان، بكتب دولي ان يعني الكاميرا هتقرب من الشخصيات بشكل ما. لو احنا هنروح من زاويه لزاويه، يعني مثلا احنا وايد وهنروح لميديوم 2، فبكتب وايد شوت دولي ان ميديوم تو شوت. لو انا مهم بالنسبه لي ابين التلفزيون، ممكن اخد لقطه على التلفزيون. امير يمسك موبايله مبتسما. هل انا مهم بالنسبه لي كمخرج اخد لقطه للموبايل؟ لو مهم هاخد كلوز اب للموبايل. لو مثلا نتخيل ان هو بيكلم واحده ثانيه مثلا وهو ده سبب الخناقه، ده لو هو ده الغرض من المشهد. طبعا المشهد بيكون في اطار السيناريو بالكامل. برضو بعمل نفس الموضوع، بعمل خط كده من هنا لهنا، كلوز اب شوت، مبتسما وغير منتبه لسوزي. ممكن هنا اخد ميديوم لامير عشان ابين ان هو مش منتبه ومندمج قوي مع الموبايل، ميديوم شوت. او ممكن اخد او تي اس اوفر ذا شولدر، يعني هيكون باين عندي كتف سوزي وامير. او تي اس. طبعا انت بتختار لقطه من اللقطتين، بس انا بكتب اللقطتين. هنبدا بسوزي. سوزي هتنادي امير مش هيسمعها. سوزي امير. زي ما اتكلمنا في اسلوب الكفرج ان احنا هناخد اللقطات بداية من المشهد لحد اخره. يعني بداية المشهد عندنا يجلس امير على كنبة الى اخر المشهد، هاخد اللقطة دي وايد، وبعد كده هاخد لقطة ميديوم لامير وميديوم لسوزي، المشهد بالكامل. يبقى انا اللي انا عملته هنا حاجة اسمها كفرج، يعني تغطية. يعني لو ما صورتش اي حاجة تانية غير الثلاث لقطات دول، انا اقدر في المونتاج اقدر ان انا اقطع بين الثلاث لقطات ويبقى عندي المشهد بالكامل،
ما يبقاش عندي اي مشكله في المونتاج. ده بيبقى اسلوب انتاجي وبيبقى اضمن للمخرج او للبروديوسر المنتج، عشان هو لما بيروح للمونتاج بيبقى ضامن بنسبه 100% ان المشهد ما فيهوش مشكله، او مش هيقدر ان هو ما خدش لقطات كافيه او تغطيه كافيه للمشهد. لكن احيانا انت ما بتحتاجش ان انت، لان طبعا لو كل حاجه بتاخدها كفرج الموضوع هيبقى بيزك قوي، يعني مش هيبقى ليك شغل كمخرج باين، لان انت عباره عن كل مشهد هتاخده وايد ميديم كلوز اب لكل الشخصيات، وفي المونتاج بقى تخرج. لكن الموضوع ما بيمشيش بالطريقه دي. لو انت زي ما قلنا انت عندك وقت بتاخد اسلوب الكفرج وبتاخد الشوتس اللي انت محتاجها. لو احنا هناخد كفرج نبدا بالبيزك، هقدر ان انا اجي عند سوزي هرسم نفس الخط واكمل للنهايه، يتبع برضو لان المشهد بتاعنا صفحتين مش صفحه واحده، وهكتب ميديم شوت، واروح عند امير اعمل نفس الكلام ميديم شوت. يبقى انا ده كده الكفرج بتاعي. عندي وايت شوت المشهد كله، عندي ميديم شوت لسوزي المشهد كله، عندي ميديم شوت لامير المشهد كله. اقدر ان انا اخد كلوز اب، اقدر، بس زي ما قلنا ان استخدام الكلوز اب مش لازم يكون كتير قوي، لان لقطه الكلوز اب دايما بتكون لقطه مهمه، ببقى انا محتاج المشاهد يركز على حاجه معينه. لا هي كلوز اب على سوزي وهي بتبتسم، يبقى انا بخلي المشاهد يركز قوي مع الابتسامه دي، فلازم يكون ليها معنى. لو ملهاش معنى وهستخدم الكلوز اب ده كتير قوي هيفقد معناه. يعني وقت ما هتيجي تعمل الكلوز اب علشان حاجه انت قاصدها بقى وعايز تركز عليها، المشاهد مش هيحس بيها، لان هو اوريدي شايف كل حاجه بتاخدها لقطه قريبه لقطه قريبه. فانا هنا مش محتاج ان انا اربكه، يعني مش محتاج اقطع لسوزي وبعدين اروح لامير واقطع تاني، وكل ده في رياكشنات سريعه جدا، فالموضوع هيبقى موتر. فاقدر ان انا اخد ميديم 2 للشخصيتين. يعني احنا كان عندنا هنا قلنا ان احنا هنستخدم دوليان في الوايت شوت، هنستخدم ميديم 2 لامير وسوزي الاثنين. هنبدا من هنا ميديم 2 شوت، ناخد ميديم 2 لامير وسوزي قاعدين على الكنبه والكاميرا بتتحرك دوليان. فكده انا هبدا المشهد بوايت شوت، الكاميرا دوليان بتتحرك بتقرب منهم، وبعد كده هكت للموبايل زي ما قلنا، بعد كده هنكت ميديم من الكفرج شفنا الرياكشن بتاعها، وبعديها هنقطع ميديم 2 للاثنين قاعدين وهي لسه بتبص له، وبعد كده بتكمل باقي الحوار. امير انا بكلمك على فكره، نقدر نقول مثلا انا بفكر اوافق على موضوع السفر، ممكن هنا نقطع الدوليان. فانا معنى ان الكاميرا بتقرب من المشاهد، فانا بقول للمشاهد لو سمحت، كاني مقعده على كرسي بعجل كده وبزقه اتجاه المشاهد وبقول له ركز في حاجه مهمه هتتقال. يعني نفس احساس الكلوز اب، بس الكلوز اب بتبقى تفصيليه، بدفع المشاهد تجاه الشخصيه عشان اديله ايهام ان في حاجه هتحصل، في حاجه هتتقال. فاحنا هنا ده اللي احنا هنعمله لحد جمله انا بفكر اوافق على موضوع السفر. فاحنا هنا عندنا ده الصدمه او الموضوع اللي حصل. فانا لحد الجمله دي اقدر ان انا اروح لامير ارجع له تاني، طبعا اخدها من الكفرج. طبعا مفيش داعي ان انا اقطع كلوز اب هنا. امير ينظر لها باستغراب، كل ده في الميديم، والله طيب انا مش هوافق. سوزي، امير يضحك بسخريه ضحك هستيري، انا عايز ننفصل. هي بتقول انا عايزه ننفصل، هو بيضحك، والله انا اول مره اشوف واحده عايزه تتطلق وتسيب جوزها عشان تشتغل في بلد غريب. ممكن مع الجمله دي، لان هنا المشهد برضو مدينا احساس ان هي بتتكلم في حاجه وهو مش فاهمها، يعني هي دايما بترمي ان في مشكله وهو عامل نفسه مش واخد باله، يعني انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. وواضحه قوي في الجمله، والله انا اول مره اشوف واحده عايزه تطلق وتسيب جوزها علشان تشتغل في بلد غريبه. ومن الواضح من المشهد ان هي بترمي ان في مشاكل تانية، يعني هي مشكله مش مشكله السفر بس، دي المشكله اللي هي بتقولها علشان تدي السب تكست اللي اتكلمنا عنه. فاحنا هنيجي هنا في الجمله دي انا عايز ابين ان هو عامل نفسه مش واخد باله، فممكن ان انا هنا اخد دي كلوز، ومن هنا لان الحوار هيبدا جدي وصريح ممكن اخد كل اللقطات اللي جايه كلوز. سوزي، انا مش مبسوطه يا امير. اللقطه دي يعني الجمله دي مهمه قوي، هي هنا بقى بتعترف، بتقول ان انا مشكلتي مش في السفر، انا مشكلتي ان انا مش مبسوطه. فانا دي كلوز اب شوت. امير مش مبسوطه، يبقى نتكلم ونحل المشكله. ممكن في جمله سوزي انا مش مبسوطه يا امير نقدر احنا نستخدم الهاي انجل واللو انجل، زي ما قلنا ان هي بتدي ايهام يا اما بالقوه يا اما بالضعف. فانا ممكن في اللقطه دي اخلي اللقطه لو انجل، ان هي خدت قرار ان هي بقت شخصيه قويه، او ان هي عايزه تحس ان هي قويه فقالت الجمله دي انا مش مبسوط، يعني خلاص. فهنا هيبقى لو انجل. فدي برضو هناخد الجمله دي كلوز اب. سوزي افهم مش هسيب الشغل. هنرجع هنا نورمال اي ليفل، يعني مش هنكمل في اللو انجل عشان نبقى بروزنا قوي جمله انا مش مبسوطه يا امير لحظه الاعتراف، لان هي واضح من الكلام ان هي بتحاول تتجنب الجمله العنيفه اللي قالتها. افهم مش الشغل السبب، لكن انا مش مرتاحه معاك. فهنا بترجع الى المستوى الطبيعي في الحوار. فنقدر اننا نرجع كلوز اب شوت اي ليفل،
معنى ان احنا ما بنكتبش عموما يبقى ده معناه ان هو نورمال اي ليفل. كنت زمان برتاح معاك، كنت، بس دلوقتي ما بقتش. امير ينظر لها في عينيها يتبادلان النظرات. سوزي انا هاخد حاجتي واروح عند ماما. كل ده هناخده كلوز اب برضه. سوزي تقوم وتمشي، امير ينظر لها. ممكن في النهايه احنا بدانا بالوايت شوت، فاحنا عايزين نبين في النهايه ان هو وحيد. تعالوا نفتكر كده بدايه المشهد كان ان احنا وايت شوت وبنقرب منه عشان في حاجه هتحصل دولي ان. فممكن في نهايه المشهد نعمل العكس، لان هي هتقوم في نهايه المشهد وهو هيقعد لوحده. فطبعا الدولي اوت او ان احنا هنرجع بالكاميرا، يعني احنا هنا الكاميرا هتبقى وايت شوت دولي اوت او تراك اوت. فاحنا هنا هي هتقوم تمشي من الكادر وهنرجع دولي اوت او تراك اوت. هي هتخرج، هو قاعد في الكادر وحيد. احنا طبعا كل ما بنرجع بالكاميرا بنبين مساحه اكبر من اللوكيشن وحجم الكاركتر بيصغر، فانت هتلاقي ان الشخصيه بتصغر وحواليها فاضي، فبينت ان هو بقى شخص وحيد. لما هي مشيت بقى هو شخص وحيد. ويمكن ده هو يكون غرض المشهد، ان احنا عايزين نبين ان هي يمكن كانت مستحمله فتره كبيره وقررت ان هي هتمشي وتسيبه لوحده. فيمكن اخر لقطه هي اللي بروز المشهد بالظبط. ده كده التحضير على الورق، على السكريبت. تقدر طبعا ان انت تكتب تفاصيل اكتر. يعني احنا هنا كتبنا كلوز اب شوت بس ما كتبناش احنا عايزين ناخده بعدسه ايه. هل في عدسه معينه هتدي تاثير معين؟ يعني ممكن مثلا اخدها بتيلي فوتو ب 200 او اخدها وايد بعدسه الترا وايد 14 مللي. كل حاجه وليها تاثير. لو انا هصور فريم ريت مختلف، نتخيل عند جمله ما هنعمل سلو موشن وكأن الزمن وقف عند الجمله دي للشخصيه المعينه. نفترض عند الجمله اللي احنا قلنا ان هي محوريه، انا مش مبسوطه يا امير، لان هي بتقول الكلام الحقيقي فعلا. فلو رحنا قطعنا على امير وخدنا امير سلو موشن وفي موسيقى معينه او صوت معين، ده معناه ان الزمن اتوقف عنده للحظه وهو بيفكر في حاجه معينه. اكتب مثلا 60 اف بي اس 60 فريم بير سكند او 120 او حسب التفصيله اللي انا عايزها بالظبط. فاقدر ان انا اكتب كل التفاصيل دي في مرحله تخطيط السيناريو زي ما احنا عملنا كده بالظبط. بعد تخطيط السيناريو بيبقى تقريبا انا عرفت اللقطات اللي انا هاخدها ايه وعددها. يعني لو مشينا على اللي احنا عاملينه بالظبط، عندنا وايت شوت او تي اس، عندنا كلوز اب، عندنا ميديوم، عندنا ميديوم 2 1 2 3 4 5، عندنا كلوز اب تاني 6 7، عندنا 7 لقطات، واخيرا الوايت شوت الدولي اوت 8 لقطات للمشهد. ال8 لقطات دول بعد كده هنرسمهم ستوري بورد. مرحله الستوري بورد مرحله اختياريه، لو عملتها يعني الموضوع هيبقى لطيف، ما عملتهاش برضه هتقدر ان انت تصور. لكن نقدر نقول ان تخطيط السيناريو هي الحاجه الاساسيه او اللي هي الف ب في تحضيرك كمخرج. واستنوني الحلقه الجايه، ولو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجايه ومفيش حاجه تفوتك، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، واشوفكم الحلقه الجايه.